السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين فيديو النهارده عن تنظيف البوتاجاز. انا جايه اقول لكم طريقتي في تنظيف البوتاجاز. عندي افتكاسه كده جديده يمكن يكون ما حدش استخدمها قبل كده اعتقد يعني، وهي سكينه المعجون زي ما انتم شايفينها كده. بستخدمها بقى مع سلكه ناعمه ومع سلكه خشنه كده ومع ستريس ومع حبه بريل. يلا بينا نشوف الطريقه اللي انا بستخدم بيها. بستخدم سكينة المعجون انا بنضف بيها كده. طبعا بنضف بيها كل الدهون، بتبقى سهلة جدا جدا، اسهل من السلكة. انت لما بتيجي تستخدمي السلكة الخشنة مع الدهون دي، كمية الدهون دي كلها بتلاقي السلكة اصلا بتبوظ بسرعة. فانا طبعا لا، اول حاجة بستخدمها هي سكينة المعجون. بفضل الم بيها الحاجة دي كلها كده زي ما انتوا شايفين. بفضل الم الحاجة كلها كده بسكينة المعجون، وبعد كده برميها وابدأ واحدة واحدة بقى ايه، اكحت بيها بالراحة طبعا من غير ما اجرح البوتاجاز. اكحت بيها كل الدهون اللي لازقة في البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده، بتطلع بسهولة جدا. غير خالص سكينة الخشنة السلكة الخشنة. السلكة الخشنة يا جماعة بتتوسخ بسرعة جدا اول ما بنستخدمها على البوتاجاز. بنلاقيها دهننت كده وبقينا مش عارفين اصلا نستخدمها. فهي دي بجد احسن طريقة انا توصلت لها صراحة، هي سكينة المعجون. طبعا انا عارفه ان هي مش هتبقى متوفره عند ناس كتير منكم، فممكن تشتروها او ممكن هي هتسهل معاكم جدا استخدموها، يعني تسهل معاكم جدا. او ممكن ان انتوا تستخدموا حاجه زيها كده، حاجه تكون سكينه عريضه كده او اي حاجه عريضه عندكم، حد كده تكون تقدروا تستخدموها يعني. هي لذيذة جدا صراحة يا جماعة، وسهلة قوي قوي. انت نفسك هتلاقي نفسك مستمتعة وانت بتستخدميها اكتر من السلكة بكتير، لان هي عريضة زي ما انتوا شايفين، فبتنجز معايا بسرعة جدا جدا. خلاص دلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين كده، انا بص بتلمي معايا بسرعة قوي، ولميت دلوقتي الحاجة. وبعدين هوريكم بقى دلوقتي ايه الخطوة اللي بعدها. زي ما انتوا شايفين اهو انا انجزت ولميت الحاجه، كل ده ما استخدمتش لسه منظفات. انا دلوقتي هي كانت سكينه المعجون اللي انا لميت بيها الحاجه كلها ورميتها في الباسكت زي ما انتوا شايفين. بصوا السكينه نفسها عليها طبقه دهون اصلا. كنت حابة اقول لكم معلومة كده على السريع على استخدامات السترس. هو السترس احنا طبعا بنستخدمه في تنظيف البوتاجاز، بس هو مش مستحب يتساب كتير على الاستانلس عشان ما يبوظوش، ان هو بياكل الاستانلس. لكن طبعا في البوتاجاز هو خلاص بيسيح الدهون بسرعة بسرعة جدا، وانا بتكون ايدي فيه يعني ما بنقعهوش. لكن ليه استخدامات تانية ان شاء الله بعمل لكم باذن الله منه فيديو تاني واوري لكم ان شاء الله الاستخدامات بتاعته. بصراحة مش بجد قصدي هو اقطع لكم سحري الفيديو، انا وجميل بس كنت جدا عايزة جدا. اوريكم الوقت الحقيقي اللي انا استخدمت فيه تنظيف البوتاجاز رغم الحروق اللي موجودة فيه، فسايباها لكم بالتفصيل. انا ماشية معاكم خطوة خطوة، مش عايزاكم بس تناموا مني. انا حابة ان انا اوريكم فعلا قد ايه هي بجد تنفع جدا جدا. سكينة المعجون بصراحة انا بالنسبة لي سكينة المعجون هي البوتاجاز، الدهون حتى ارضية البوتاجاز، حتى لو ارضية سوري المطبخ، يعني لو في حاجة في اي في ركن في المطبخ في اي دهون اتراكمت كده في اي حتة تحت في ارضية المطبخ، او في عندك مثلا اللبانة لزقت في الارض من الاولاد او حاجة، اي حاجة كده لزقت. الصلصال برضو لما كانوا بيلعبوا بيه كنت بلاقي فتافيت كده لازقة في الارض منهم. بصراحة سكينة المعجون برضو كانت بتشيل معايا في ثانية يعني، فلذيذة جدا جدا. دلوقتي زي ما انتوا شايفين انا رشيت حبة بريل ورشيت حبة سيترس. بصراحة حلو جدا هو الميكس ده مع بعض يعني لذيذ. مفيش في ثواني كده بلاقي السيترس بدأ يسيح الدهون زي ما انتوا شايفين كده، وبالسلكة الخشنة انا بحاول اعمل بيها امشيها كده بس كأني بسيح الخليط ده على بعضه. بصوا بصوا بيسيح، هو سايح اصلا اهو، بصوا يسيح ازاي الدهون. فانا بعمل كده بالسلكه وبفضل اعمل كده. والله يا جماعه يعني يعتبر مش بتك غير على بعض الحاجات البسيطه قوي. زي الحته دي كده فيها حته كده مكان القهوه بقى بتفور مني او كده. الحته دي هي دي بس اللي بالنسبه لي قعدت دعكت فيها شويه. لكن بصراحه هي الستريس مع البريل بيساعد جدا جدا وبيسيح بسرعه جدا. انا تقريبا ما دعكتش في البوتاجاز خالص زي ما انتم شايفين. انا هما باسبوعين 3 انا اصلا عندي صباع متعور، فاصلا كده كده ماسكه السلكه بطراطيف صوابع يعني، مش بتكه مش بدعك جامد. والله كل اللي انتوا شايفينه ده بسرعه. عايزه اقول لكم ملحوظه كمان، يعني انا اصلا كنت مشغله الفرن يعني اوريدي بطبخ،
فواقفة بقى جنب الفرن في السقعة دي متدفية يعني. فالفرن كمان سخونية الفرن كمان بصراحة انتوا تستغلوها في انكم تنضفوا البوتاجاز مع سخونية الفرن دي هتفرق جدا جدا. البوتاجاز بينضف اسرع طبعا مع السخونية، مع الدهون بتسيح مع الحاجات اللي انتي مستخدماها فوق دي. لا بتفرق صراحة، بيبقى بسرعة بسرعة يعني. الدنيا هي بدأت تلمع. انا كل ده بس انا مستخدمة البريل والسترس، ما استخدمتش حاجة تانية لسه، ما نضفتش، ما مسحتش بفوطة بمية، لا. هو طبعا بل السلكة ساعات كده بمية بسيطة قوي وخلاص يعني، نقطة بسيطة يعني. خصوصا ان الفرن شغال فبيخلي اي سوائل تتبخر بسرعة. معلش بقى هنا كده اللي انا كنت بعمل الازازة بتاعة الازازة اللي في ظهر البوتاجاز يعني، فبس التليفون تقريبا اتقلب مني يعني انا وانا مش واخدة بالي، فالتليفون عكس اللي قدام يعني. انت في الحتة دي شقلبوا التليفون شقلبوا التليفون بس في الحتة دي عشان تقدروا تستوعبوا انا بعمل ايه. معلش لو انا ساعات بقف كده في الكلام، بس لما بلاقي حاجة مش عارفة اقول فيها الفيديو، بس انا سايباكوا تتفرجوا على التفاصيل. انا ما كنتش حابه ان انا اجري الفيديو واقول ان انا دعكت البوتاجاز في ثانيتين في 10 ثواني. لا انا كنت حابه اوريكم الوقت الفعلي اللي خد معايا البوتاجاز، هو خد بالظبط 8 9 دقايق. ده كل حاجه بالتفصيل يعني. فهو يعني هو كده يعتبر حاجه سريعه بسرعه يعني، ما خدش مني مجهود صراحه كتير الحمد لله. وزي ما قلت لكم من الاول خالص لازم أن يكون عندكم بجد سكينه المعجون، تفرق معاكم جدا جدا. وانا كده كنت خلاص بدات انضف البوتاجاز، خلاص بدات امسحه بقى بفوطه مبلوله كده نص بله. لو تلاحظوا في بخار بيطلع من عشان انا اصلا مشغله الفرن فالبوتاجاز سخن، فاللي بينشف في ساعتها مجرد ما انا خلاص بمشي فوطه كده عليه هو اصلا كان نشف يعني.